شاء الله النهارده هنبدأ إيه أول موضوع بتاعنا. هنبدأ الجملة، إزاي أبني جملة، إزاي أكوّن الجملة يكون فيها فاعل، إزاي يكون فيها فعل، إزاي الجملة عامةً الألمانية بتتكوّن. طيب نسمّي الله كده ونبدأ مع بعضينا إن شاء الله. إحنا عنواننا النهارده أو عنوان ملزمتنا النهارده der Satz. der Satz يعني الجملة. Wie kann man einen Satz bilden؟ يعني إزاي الإنسان يقدر يبني جملة. Wie kann man كيف يمكن للمرء einen Satz bilden أن يبني جملة. طيب إحنا عشان نبني جملة إيه المفروض أعمله؟ طيب خلّينا مع بعض كده نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف إحنا ممكن نبني الجملة بتاعتنا إزاي. يبقى إحنا عنواننا النهارده أهو der Satz وقُلنا der Satz يعني الجملة. طيب الجملة الألمانية بتتميز إن هي جملة فعلية. يعني إيه جملة فعلية؟ يعني ما فيش جملة في اللغة الألمانية لا تخلو من فعل، سواء الجملة دي كانت خبرية، سواء كانت جملة استفهامية، سواء كانت جملة أمر، سواء كانت أي جملة لازم يكون فيها فعل. طيب أنا عشان أعرف الفعل ده موقعه إيه في الجملة ومكانه إيه في الجملة، أول حاجة لازم نعرف إن الفعل في الجملة بيكون رقم 2. يبقى أول حاجة بتميز الجملة الفعلية إن الفعل في الجملة يقع رقم كام؟ 2. يعني لما أقول مثلًا أحمد يدرس ألماني، يدرس دي جات رقم كام؟ 2. ماذا يدرس أحمد؟ ده سؤال أهو، يدرس برضه رقم كام؟ 2. يبقى أول حاجة الفعل المضارع بيقع في الجملة رقم 2. طيب بالنسبة للفاعل وده اللي هنبدأ بيه دلوقتي، الفاعل بتاعنا بيقع في الجملة في مركزين، يا إما يقع في المركز الأول يا إما يقع في المركز التالت. يعني أنا لما أقول أحمد يدرس ألماني، الفاعل هنا مين؟ أحمد، جاي رقم 1. لما قلت ماذا يدرس أحمد، بقى أحمد هنا رقم كام؟ 3 وهو الفاعل برضه. يبقى كده الفاعل مكانه مش ثابت، ممكن رقم 1 أو ممكن يكون رقم كام؟ 3. إنما الفعل مكانه ثابت؟ طبعًا الفعل لازم ييجي في الجملة ويكون رقم 2. طيب تعالَ نبدأ بالفاعل. أنت يا عم الفاعل أنت مين؟ قال لك الفاعل ده ليه شكلين. أول شكل إن يكون الفاعل بتاعي على شكل ضمير. تاني شكل إن الفاعل يكون على شكل إيه؟ أسماء. يبقى الفاعل ممكن يكون ضمائر شخصية أو ممكن يكون أسماء. طيب تعال نبدأ بالضماير. عندنا كم ضمير في اللغة الألمانية؟ عندنا 9 ضماير شخصية. مين هم؟ تعال نفتكرهم سوا. أول ضمير أنا، اسمه إيه أنا؟ ها؟ ich. تاني ضمير أنت، du. ضمائر المفرد هو er محايد، es هي، sie هم، sie حضرتك، sie groß نحن، wir أنتم، ihr. يبقى أنا معايا كام فاعل؟ معايا 9. كام ضمير؟ 9. اسمهم إيه؟ قولهم تاني. أول ضمير أنا، ich، أنت، du، هو er، محايد es، هي sie، هم sie، حضرتك sie groß. sie groß يعني الحرف الأولاني منها كابيتال. نحن wir وأنتم ihr. نحن wir وأنتم إير. يبقى أنا معانا أهو 9 ضماير. تعال نقراهم مع بعض تاني أهو. اسمهم إيه الضماير الشخصية هير. أول ضمير أنا يعني ich، أنت يعني du، هو er مفرد محايد es، هي sie هم sie، حضرتك sie، نحن wir أنتم ihr. طيب النوع التاني إن يكون الفاعل عبارة عن أسماء، والأسماء في الألماني ليها أداة. يعني إيه ليها أداة؟ يعني يا إما الاسم يكون مذكر وأداته der، يا إما الاسم يكون محايد وأداته das، يا إما الاسم يكون مؤنث وأداته die. طيب أنا لو الفاعل اسم بتعامل معاه إزاي؟ برجعه ضمير. يعني إيه لو الفاعل اسم أرجعه ضمير؟ يعني لما أجي أقول لك مثلا der Lehrer المعلم، der Tisch الترابيزة، مثلا أجي أقول لك دير زمر الصيف. أي كلمة الأرتكل بتاعتها دير بنعوض عنها بالضمير الشخصي إير هو. طيب لو الكلمة الأرتكل بتاعتها دس بنعوض عنها بإس، ولو الكلمة الأرتكل بتاعتها دي بنعوض عنها زي. يبقى كده أنا عرفت مين الفاعل. مين الفاعل؟ نوعين، يا إما ضمير يا إما اسم. لو ضمير عندي كم ضمير؟ 9. أنا، أنت، هو، هي، محايد، هم، حضرتك، نحن، أنتم. طب لو مش ضماير بتبقى أسماء وبرجعها لضماير. مين الأسامي حضرتك؟ أول اسم أداته دير،
هنعوض عنه بالضمير er. اسم أداته das هنعوض عنه بإس. اسم أداته دي هنعوض عنه بزي اللي معناها هي. طب لو الاسم أداته هير دي للجمع هنعوض عنه بزي هما. يا هير ما تلخبطناش، الناس الألمان دول عندهم حاجات كتير شبه بعض وبتلخبط. أنا ما بعرفش أفرق ما بين زي اللي معناها هي وبين زي اللي معناها هما وزي اللي معناها حضرتك. أفرق إزاي ما بين الضماير أصلا؟ تعال نعمل حركة كويسة أوي. إحنا هنقسم الضماير الشخصية 9 ل3 خانات. أول خانة، خليك معايا، أول خانة من تقسيمة الضمائر هنقسم الضمائر كده، قلنا زي ما قلنا 3 أنواع. أول نوع هنسميها ضمائر للغائب. تاني نوع هنسميها ضمائر للنداء. تالت نوع هنسميها ضمائر المتكلم. يبقى قسمنا الضمير الشخصي كام نوع يا شباب؟ 3 أنواع: ضمير للغائب، ضمير للنداء، ضمير للمخاطب أو المتكلم. طيب تعالى نبدأ مع بعضينا يا شباب إزاي نشرح كل نوع من الضمائر دي. طيب تعالى نبدأ كده. محتاج سبورة. أول نوع هنقسم الضمائر زي ما اتفقنا أهو. أول نوع هنسميها ضمائر للإيه؟ ضمائر للغائب. مين الضمير اللي أنا أقدر أسميه ضمير غائب؟ ضمير غائب يعني بتكلم على فاعل والفاعل ده شخص مش موجود. طيب تعال نشوف إزاي. هنقسم الغائب ده يا إما غائب مفرد يا إما غائب جمع. طب الغائب المفرد يقصد بمين؟ يقصد بالغائب المفرد 3 أشكال: يا إما إير هو، يا إما إس، يا إما زي. يبقى ضمائر الغائب هم مين؟ 3: إير، إس، زي. طيب أفرق ما بينهم إزاي؟ على حسب الفاعل. يعني إيه على حسب الفاعل؟ يعني لما أجي أقول لك في الجملة مثلا أحمد، أحمد ده اسم ولد، يعني بتكلم عنه إيه؟ إير هو. لما أجي أقول لك دير ليغا المعلم، المعلم ده أداته دير، يبقى أعوض عنه بإير هو. طيب الاس محايد. اول حاجه للمحايد هو اسم البلد. يعني لما اجي اقول لك كايرو القاهره، اجي اقول لك مثلا اليكس الاسكندريه، برلين، اجي اقول لك مونشن ميونخ، اي اسم بلد بعوض عنها بمين؟ باس للمحايد. طيب تاني نوع للتعويض عن المحايد اي اسم اداته داس. اي اسم اداته داس. يعني لما اجي اقول داس كيند، مين داس كيند ده؟ هتقول لي الطفل. ايه ده يا مستر؟ الطفل هو. اقول لك غلط. غلط ليه؟ لان الطفل اداته داس، هعوض عنه باس. طيب تالت نوع زي هي للمؤنث. زي هي للاسم الايه يا شباب؟ للاسم المؤنث. زي مين اسم مؤنث؟ يعني لما اجي اقول لك ساره هتقول لي هي، صح كده؟ طب لما اجي اقول لك دي فراو السيده، اداتها دي هعوض عنها بهي زي. يبقى اول 3 ضماير ار واس وزي، ضمائر المفرد الغائب. طيب امال الجمع مين؟ الجمع هو ضمير واحد وهو الضمير زي. ايه ده زي تاني؟ بس المره دي مش معناها هي، المره دي زي هنا معناها هما. طب امتى اقول على حاجه هما؟ اول شكل تقول هما لما تكون بتتكلم مثلا على بدل احمد بس هتقول احمد und ساره، احمد وساره، كده انا بتكلم عنهم ايه؟ هما الاتنين، يبقى زي. تاني شكل ان اكون بتكلم عن كايرو بس، لا ده انا عايز اتكلم عن كايرو und أليكس، القاهرة والاسكندرية، يبقى كده اقصد زي هما. طيب تالت شكل ان اكون بتكلم عن كلمة جمع زي دي كيندر مثلا، دي شولر الطلاب، دي كيندر الاطفال، دي ليغا المعلمين، كل دي كلمات ايه؟ جمع، يبقى برضو بتكلم عنهم هما. يبقى انت المفروض عرفت تفرق ازاي دلوقتي ما بين زي هي وزي هما. زي هي للاسم المفرد المؤنث، انما زي هي هما مش للمفرد اصلا، زي هما للجمع. وادي ضمائر الغائب. يبقى اول نوع ضمائر الغائب كم ضمير؟ 4. مين الاربعه؟ اير هو، اسمه حايد، زي هي، زي هما. طيب تاني نوع من الضمائر مش ضمائر غائب. تاني نوع اتفقنا هنسميه ضمائر للايه؟ للنداء. والنوع الثالث ضمائر للمتكلم. طب خلينا في النداء. ازاي نعرف ان الجملة دي فيها حالة نداء؟ اول حاجة اللي بيميز النداء في الجملة الألمانية وجود الكوما او وجود الابوستروف. يبقى الابوستروف دي كأنك بتقول بالعربي ياه. يعني لما الاقي احمد من غير ابوستروف يبقى انا بتكلم عنه ايه؟ هو.
لكن لما الاقي احمد ومحطوط له ابوستروف يبقى انا بقول يا ايه؟ يا احمد، انا بكلمك انت. يبقى اول نوع من النداء نداء مفرد، نداء جمع، نداء بس باحترام. يبقى كده في كام اسلوب للنداء؟ 3. نداء للمفرد، نداء للجمع، نداء باحترام. طب وريني كده ازاي انادي. لما اجي اقول مثلا احمد، انت لسه قايل احمد هو. لما اجي اقول ساره، انت لسه قايل ساره هي. لكن لما احط الكوما كده بقيت بقول يا احمد اين تسكن انت؟ طب يا ساره ماذا تدرسي ايه انت؟ يبقى في الحالتين في النداء المفرد بنستخدم ضمير انت او انت يعني دو. طيب نداء الجمع، الجمع ليه اكتر من صوره. ممكن كلمه تبقى جمع زي كيندر الاطفال. هنا كيندر الاطفال قلنا هم عشان مفيش كوما. لكن هنا بقول يا أطفال أين تلعبوا أنتم؟ وأنتم يعني إير. ممكن أجي أقول بدل أحمد لوحده أجي أقول يا أحمد und سارة وأحط كوما، يبقى يا أحمد وسارة أنا بنادي عليكم أنتم إير. يبقى ضمائر الجمع أو ضمائر النداء لحد دلوقتي دو أنت وإير أنتم، يا إما نادي عليك أنت يا إما نادي عليكم أنتم. طب النوع الثالث نداء باحترام، وده بيتنادى عليه على الألقاب. يعني لما أجي أقول لك يا هير أحمد كوما، لما أجي أقول لك يا فراو سارة كوما، يبقى أنا عايز أنادي على واحد بدل ما أقول له يا أحمد عايز أقول له يا سيد أحمد. عايز أنادي على واحدة بدل ما أقول لها يا سارة عايز أقول لها يا سيدة سارة. يبقى أنا بنادي على حضرتك أو بنادي على حضرتك اللي هي زي جروس. يبقى كده الكوما أو النداء ما بختارهوش غير مع 3 ضماير. أول ضمير نداء نداء مفرد دو، نداء جمع إير، نداء باحترام زي حضرتك أو حضرتك. والغائب مفيش كوما، الغائب مفيش كوما. الغائب مفرد مذكر هو، مفرد محايد اس، مفرد مؤنث زي، زي بمعنى هي، يا إما مش مفرد ويبقى زي هما للجمع. طيب آخر نوع للضمير هو ضمير الإيه؟ ضمير المتكلم. المتكلم هنا 2. أول متكلم أنا. مين أنا؟ إيش، وده ضمير لا يعوض عنه. يعني إيه لا يعوض عنه؟ يعني لما أجي أقول إيش هايسا أحمد، أنا اسمي أحمد. إيش كوما أوس إجبتن، أنا آتي من مصر. إيش فونا إن كايرو، أنا ساكن في القاهرة. كل الكلام ده كان عليا أنا لأني أنا المتكلم. طب تاني ضمير متكلم فيا، نحن. طيب نحن متكلم إزاي؟ لأن أنا لما أجي أقول نحن هقول إيش und علي، أنا وعلي. يبقى أنا كده كنت أقصد إن أنا بتكلم عليا أنا وعلي، يعني بتكلم علينا فيا. ويعني إيه فيا؟ فيا بمعنى نحن. يبقى أول ضميرين هم للمتكلم إيش أنا وفيا نحن. يبقى إحنا معانا كم ضمير؟ 9. قولوا ورايا تاني. أنا يعني إيش، أنت يعني دو، هو إير محايد، إس هي، زي هما زي، حضرتك زي، نحن فيا، أنتم إيا. أنا إيش، أنت دو، هو إير هي زي محايد إس، هما زي، حضرتك زي، نحن فيا وأنتم إيا. قسمنا الضمير كم نوع؟ 3. ضمير للغائب، ضمير نداء، ضمير متكلم. غائب يعني بتكلم عن مين؟ عنه هو، عنها هي، عنهم هم، عن المحايد. طيب والنداء بكلمك انت او بكلمكم انتم او بكلم حضرتك او حضرتك ولازم يكون في كوما. طب اخر نوع متكلم يا اما انا يا اما انا واي حد مفرد او جمع يبقى نحن. طيب احيانا يا الضماير بتلخبطني. انا عايز افرق ما بين اول شكل لما اجي اقول احمد وعلي، لما اجي اقول انا وعلي، لما اجي اقول انت وعلي. ايه الفرق ما بينهم؟ لما اجي اقول اسم واسم يبقى انا بتكلم عن هما، وهما دي اللي انا اقصد بيها زي. يعني لما اجي اقول احمد وعلي زند فرويند، احمد وعلي يكونوا صحاب، زي جيهن سور شولا، هما بيروحوا المدرسه. هما مش هقول احنا، ليه؟ لان بقول احمد وعلي. طب لما اجي اقول انا وعلي نكون اصحاب يبقى كنت اقصد احنا اللي بنروح المدرسه. طب لما اجي اقول انت وعلي اصدقاء يبقى اقصد انتم. يبقى انا واسم نحن، انت واسمها انتم. وخليك فاكر برضو ان في اختصارات. اختصارات ازاي؟ ان ممكن اسألك سؤال في دو انت تديني اجابة فيها ايش انا،
اجي اسالكم سؤال اير انتم، تديني اجابه فيها فير نحن. اجي اسال حضرتك تقول لي ايش انا. ودي اختصار ثابت في السؤال بينزل فين؟ في الاجابه. وده شكل الضمائر الشخصيه. طيب انت يا عم الضمير بتعمل ايه في الجمله؟ وظيفه الضمير ايه في الجمله؟ او وظيفه الاسم ايه في الجمله؟ نقدر نقول ان الاسماء